على طول بتشتمني وبتهني وبتهزقني وتقلل مني من وانا صغيره خالص، انا وكل اخواتي. بتشتكينا لاي حد لدرجه ان هي بتتهمنا بالعقوق، على طول شايفانا مقصرين وبتسم بدلنا. ابتلاء صعب، والابتلاء هو اختبار. ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك هنا، هل هتصبري وهتتحملي وهتحتسبي الاجر وهتبري امك رغم كل اللي بيحصل دوت ولا لا؟ امك على فكره مسكينه، تصعب على الواحد ان تعاكس فطرتها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيها من حنيه ورحمه وحب لولادها، وتبقى على طول قاسيه وبتهدمهم وبتكسر فيهم وبتسوق صورتهم قدام كل الناس. فدي حاجه مش طبيعيه، دي حاجه تدل ان الام دي تعرضت لضغوطات كتيره قوي وتراكمات كتيره جدا. انت نفسك محتاجه تشفقي عليها انت واخواتك. لو تقدروا ان انتوا تساعدوها ان هي تروح لمختص او طبيب نفسي يساعدها، دي تبقى حاجه كويسه جدا. المفروض انتوا تتعاملوا ازاي في موقف زي ده؟ اول حاجه، هتكملي زي ما انتي في برك لوالدتك علشان تنجحي في الامتحان وتاخدي الدرجه النهائيه ان شاء الله. هتعمليها بالحسنى وتوديها وتقومي بكل طلباتها، وقبل ما تحتاجك تلاقيكي. ولو اشتكت منك او اشتكت من اي حد، اسمعيها وطيبي خاطرها. في حاجه في علم النفس اسمها فاليديشن، يعني قري بمشاعرها، قولي لها ان انت حاسه بيها. انا عارفه ان دوت بيعمل ضغط عليكي، بس هو امتحان. في حاجه كتير قوي بنغفل عنها، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما امرنا ببر الوالدين، امرنا برضو ان احنا نحمي نفسنا من اي اذى نفسي حتى لو جاي من اقرب المقربين. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ما نلقيش بايدينا الى التهلكه. في تحذير واضح وصريح من ربنا سبحانه وتعالى في سوره التغابن: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى اشار لنا في الايه الكريمه احنا المفروض في الموقف دوت نعمل ايه. قال تعالى: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار أو ابتلاء، والله عنده أجر عظيم. حضرتك مع البر هتجاهدي نفسك إنك تعفو وتصفحي وتلتمسي لأمك الأعذار، ده عشانك قبل ما يكون عشانها، عشان قلبك ما يشيلش منها، وإن هي اتأذت كتير قوي عشان توصل للمرحلة دي. جهدي نفسك إنك تغفري، وربنا سبحانه وتعالى وعد اللي هيعمل كده بالاجر العظيم لانه ابتلاء كبير. تاني حاجه مهمه قوي ان انت تعمليها غير ان انت تكملي في برك لامك، انك تتعلمي حاجه اسمها الفطام النفسي. اول حاجه ان انا اعتمد على نفسي في احساسي بنفسي وتقديري لنفسي، اني ما استناش اعرف قيمتي من كلام اللي حواليا، ما بصش لنفسي بنظره اللي حواليا ليا، طالما ان انا برضي ربنا سبحانه وتعالى وبتقي الله في معاملاتي. وخصوصا لو انا عندي الوعي وعارفه ان انا في حواليا شخصيات ممكن تاذيني حتى لو غصب عنهم. تاني حاجه عشان افطم نفسي نفسيا، اني اتعود اتحكم في مشاعري، اتحكم في ردود افعالي، اتحكم ان كلام الناس ما ياثرش فيا. بتقولوا لي بس ده مش كلام اي حد، ده كلام اقرب المقربين ليا. ازاي ادرب نفسي ان كلامهم ما ياثرش عليا؟ قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحل إن انت طول ما انت قاعدة تعودي نفسك على التسبيح بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يقويكي ويثبتك، يقدرك على برك لأمك ويخليكي ما تتأثريش بالأذى النفسي اللي بيجيلك من ناحيتها. ربنا يعينك ويقويكي.